سيداتي انساتي سادتي، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا. ما عندناش برنامج اصلا. اوكي، اهلا وسهلا بكم وخلاص. النهارده هنتكلم عن كل اسرار الفريلانس. ما هم كل الناس بتقول كده، جت عليا انا يعني ابقى حقيقيه يعني. اوكي، النهارده انا جايه اكلمكم عن كل حاجه تخص الفريلانس او العمل الحر من واقع تجربتي الشخصيه. في الفيديو ده هننتقل لمراحل كتير، بدايه من مين هو الفريلانسر، ازاي العمل الحر او الفريلانس ابتدى اصلا، هل اي حد ينفع يشتغل فريلانسر، امتى تسيب وظيفتك، يا ترى ايه هي المجالات اللي تقدر تشتغلها فريلانسر، فين الاقي شغل فريلانس. تابعني لاخر الفيديو، كل التفاصيل اللي هتحتاجها هتلاقيها موجوده معانا ان شاء الله. مين هو الفريلانسر او صاحب العمل الحر؟ الفريلانسر شخص عادي زيي وزي، عنده مهاره وخبره في حاجه معينه، ولكن بدل ما يستنى الوقت المناسب انه يقدر اصلا انه يقدم على شغل زي انه يكون معاه مؤهل جامعي او مخلص جيش، الفريلانسر يقدر يشتغل في اي سن ما دام اتوفرت عنده المهاره المطلوبه، سواء كنت مخلص دراسه او في جامعه او في ثانوي او اعدادي او حتى طفل. زي مثلا احنا في التعليق الصوتي بنحتاج اصوات اطفال، نقدر ان احنا نستخدمهم في التمثيل الصوتي او الدوبلاج او في برامج تعليميه خاصه بالطفل ومشاريع تانية كتير. وهنا اولياء الامور اللي بيكون عندهم درايه كافيه بالفريلانس يقدروا ان هم يديروا شغل اولادهم. في الفريلانس تقدر تشتغل من اي مكان، لا مرتبط لا بمكتب ولا بشركه ولا عدد ساعات عمل معين، انت اللي بتحدد المقابل المادي المناسب للخدمه اللي بتقدمها. العملاء دول ممكن يكونوا اشخاص شغالين لحسابهم او شركات بتحتاج الخدمه اللي انت بتقدمها، وخلال الفيديو هعرفك فين بنلاقي العملاء دول. كمل معايا للاخر. طيب اصلا بدايه الفريلانس دي كانت امتى؟ كلمه العمل الحر او الفريلانس تم استخدامها لاول مره في روايه السر اللي كتبها والتر سكوت في بدايه القرن ال19، اللي كانت بتدل على المرتزقه اللي بيدافعوا عن اي امه او مملكه مقابل الفلوس، او اللي يدفع لهم اكتر. واول ناس استخدموا مصطلح العمل الحر او الفريلانس جاك نيلز وفرانك شاف. كان في الوقت ده في مشكله في المواصلات والحكومه مش عارفه تتصرف، وكان صعب ان الناس كل يوم تبدا ان هي تروح شغلها، فجاك نيلز طلع بفكره ان ليه الناس ما تتابعش شغلها باستخدام التليفون من البيت، وبالفعل بداوا يجربوا الموضوع ده وكانت ناجحه جدا في الشغل. ساعتها كتب عنها فرانك شاف مقاله في الواشنطن بوست عنوان العمل من المنزل يمكن ان يوفر في البنزين. ومع ظهور الانترنت الموضوع اتطور بشكل كبير، وتاسس اول سوق للعمل الحر سنه 1999. المجال ابتدى في الاساس في الولايات المتحده الامريكيه، بعدين انتقل للوطن العربي والشرق الاوسط. ومع انتشار فتره الكورونا في 2020 الاقتصاد العالمي اتاثر بشكل كبير جدا، وده خلى الموظفين يدوروا على حلول، وبالتالي اكتشفوا العمل الحر. وكمان الشركات كانت محتاجه اللي ينفذ لهم الشغل، فبدا التعاون يحصل من المنطلق ده. طيب هو اي حد ينفع يشتغل فريلانس؟ بما انك هتشتغل لوحدك لازم يكون متوفر عندك شويه مهارات اساسيه زي الإدارة. هل بتعرف تدير وقتك وتنظمه وتتعامل مع العمل الحر إنه بيزنس بجد؟ بتعرف تدير فلوسك كويس وتتعامل كمدير مالي مع حساباتك؟ بتعرف تتعلم لوحدك مهارات جديدة من غير ما ينطلب منك ده؟ عندك مهارات قيادية تمكنك إنك تدير البيزنس ده وكأنك صاحب شركة؟ وهنا انا بكلمك كفريلانسر بيحافظ على مستوى دخله وبيزوده، مش بيشتغل مرة مع عميل ويقعد عليها شهور. ومن هنا ندخل على الجزء الثاني، امتى تسيب وظيفتك. لو وظيفتك الحالية بتحقق لك الأمان المالي وانت مرتاح فيها لكن حابب تزود دخلك، فاشتغل فريلانس جنب وظيفتك. لكن لو مش بتسعى للأمان الوظيفي ومستعد لتحقيق الحرية المالية، خليك عامل حسابك على مبلغ يأمنك 6 شهور قدام من غير وظيفة تكون أسست فيهم شغل الفريلانس الخاص بيك، ويقدر انه يحقق لك دخل منتظم تعول بيه نفسك وأسرتك. ومن هنا ندخل على سؤال مهم، ايه هي المجالات اللي اقدر اشتغلها فريلانسر؟ المجالات كتير جدا زي الفويس اوفر، الجرافيك ديزاين، كتابة المقالات، الكوبي رايتنج، الديجيتال ماركتنج والموشن جرافيك، البرمجة، الترجمة، التداول، ومجالات تانية كتير قايمة على انك اتعلمت المهارات الخاصة بالمجال ده وجاهز للشغل فيها. وده مش لازم ابدا يكون مرتبط بدراستك، ممكن تبقى دكتور وشغال ماركتر فريلانس، مدرس وفويس اوفر مع بعض، في كلية تجارة وشغال برمجة، وامثلة تانية كتير. تمام جدا. فين بقى الاقي شغل الفريلانس ده؟ في مواقع خاصة بالعمل الحر زي upwork، freelancer.com مستقل، وفي مواقع التعليق الصوتي اللي بنشتغل عليها زي sounddeeds وvoices وvoice 123. كل منصة ليها طريقة تعامل خاصة بيها. محتاج تدرس كل موقع، المنافسين اللي متواجدين عليه، اكتر الطلبات اللي موجودة على كل موقع، الانجليزي بتاعك يكون كويس علشان اغلب التعامل بيكون انجليزي، وكمان العملاء اللي بنتعامل معاهم على مستوى العالم مش مصريين بس او عرب. وكمان السوشيال ميديا مكان كويس جدا تقدر تستخدمه للتسويق بشكل غير مباشر للخدمة اللي انت بتقدمها، سواء عن طريق اكاونت خاص بيك او عن طريق الجروبات اللي بينطلب عليها الخدمة اللي انت بتقدمها. انا كوتش عايدة مدربة التعليق الصوتي. لو عندك اي سؤال يخص الفويس اوفر او العمل الحر عموما سيب لي كومنت وهرد عليك.